ما فهمت على الجواب. إذا قمت ما أمسح على الجواب ما أمسح على الجواب. طيب بالنسبة لشكل المقيم إذا أراد السفر تم مسح المسافر صحيح؟ إذا ما لم تنتهي المدة. إذا سافر مسحه الصحيح في سنة المسافر ما لم تنتهي المدة. طيب وإذا انتهت المدة يقول قبل السفر يخلع. نعم. ثم تبتدي المدة حق السفر. نعم. تبتدي المدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الثاني من الدروس في الأصول الثلاثة. يقول البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. ثم استدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل العمل، وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا. وهناك دليل نظري عقل يدل على أن العلم قبل القول والعمل، وذلك لأن القول والعمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة، ولا يمكن أن يعلم الإنسان أنه على وفق الشريعة إلا بالعلم. ولهذا يجب على الإنسان أن يعلم ثم يعمل. لكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته، وهو العلم بأن الله إله واحد، فإن هذا قد فطر عليه العبد، ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم. أما المسائل الجزئية المنتشرة في الفقه فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة مهمة قدرها بالأمر بالعلم، فقال: واعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. أما كونه خلقنا فأمر دليله سمعي وعقلي. أما السمعي فكثير، مثل قوله تعالى: الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الدليل العقلي على أن الله وحده هو الذي خلقنا ففي قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإن الإنسان لم يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده عدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يوجد شيئا. ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق، ولم يكن يأتي صدفة بدون موجب، فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله تعالى وحده.
وأما كونه رزقنا فأدلته أيضا كثيرة من الكتاب والسنة ومن العقل أيضا. قال الله تعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. والآيات في هذا كثيرة، وكذلك الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الجليل يبعث إليه ملك فيأمر بأربع كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وأما الدليل العقلي على الله الذي رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب، والطعام والشراب أنشأه الله عز وجل، كما قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فولتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وفي هذه الآيات بيان أن رزقنا طعاما وشرابا من عند الله عز وجل. وأما قوله رحمه الله: ولم يتركنا هملا، فإن هذا هو الأمر الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية. أما السمعية فمنه قوله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وأما العقل فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث وحساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل، بل هو عبث محض. ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا مستحيل على حكمة الله عز وجل. وأما قوله رحمه الله: بل أرسل إلينا رسولا فهذا حق، فإن الله أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة محمد رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة كما أرسل إلى من قبلنا. قال الله تبارك وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولا بد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا الله بما يحبه ويرضاه. قال الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى أن قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ولا يمكن أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل، لأنهم هم الذين بينوا لنا ما يحبه الله ويرضاه.
وما يقربنا إليه عز وجل. فلذلك كان من حكمة الله ورحمته أيضا أن أرسل إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين. وقوله رحمه الله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار حق يستفاد من قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ومن قوله تعالى في من عصاه وعصى رسوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. عندي سؤال واحد. السلام عليكم. سؤالي بس ما هو مقدار العلم الذي يكون يؤهل الإنسان بالدعوة إلى الله عز وجل؟ ليس له حد محدود، لأن الإنسان يدعو إلى الله بما علم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فالدعوة إما يكون الإنسان متأهلا لها تأهلا مطلقا وهو الذي عنده علم كثير، أو تأهلا مقيدا بمسائل معينة. وفي كلتا الحالين يدعو الإنسان بحسب علمه. ورحمة الله وبركاته. أقدم إليك فضيلة الشيخ أنا موظف في جمهورية مطار جدة بسؤال حول عملي في قطاع الجمارك، وتعلمون ما بهذا القطاع من أهمية. محمد بن صالح العثيمين، أنا الموظف في جمهورية مطار جدة بسؤال حول عملي في قطاع جمهورية جدة، وتعلمون ما بهذا القطاع من أهمية لأن له أهداف اقتصادية واجتماعية وأمنية. ولعلي أطرح عليكم يا فضيلة الشيخ سؤالي الشامل على صورة 6 أسئلة مع التوضيح لكل سؤال كما يلي: هل يعتبر تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من وإلى المملكة من البضائع من المكوك؟ مع العلم يا فضيلة الشيخ أن هذه الرسوم